اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة قعدت فطرت انا وعيالي، قعدنا مع بعض نفطر. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. انا لما شفت منظر التلاجة مش عاجبني، ومنظرها كان وحش خالص. حتى لو هي مش شغالة، هي فعلا مفصولة لها اكتر من شهر. الحمد لله رب العالمين، لان انا يعني الظروف مش سامحة ان انا اشيل ولا احط فيها، فزي ما قلت لكم يعني ان انا بفصلها. ف يعني النهارده بقى برضو ببص فيها كده واحنا في صيف، وقطع الكهرباء مخلي الدنيا صعبة خالص. فبقول طيب يعني حتى لو مش شغالة، فقلت لازم يعني ان انا حتى اغسلها، حتى لو غسلة يعني على الماشي كده، يعني مش لازم غسلة يعني عميقة وان هي تلمع، لا. المهم ان يعني حتى يعني بتطلع ريحة برضو، يعني دي من كتر الركنة ومن كتر ما هي مقفولة بتطلع ريحة مش كويسة، والدنيا صيف. فقلت لا يعني اقوم اعملها، يعني حتى لو تنظيف كده هو على الماشي، بحيث الريحة تروح والمنظر برضو يبقى مقبول شوية. فقمت يعني وغسلتها وكانت بصراحة بشعة بشعة من كتر الركنة يعني زي ما انتوا شايفينها، مش انا اللي هحكي لكم ولا هوصف، يعني انتوا شايفين بعينيكم عاملة ازاي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يا رب على نعمة الستر، جعلنا مستورين دايما يا رب. حطوا لي اللايك يا بنات، حطوا لي اللايك يا حبايبي، بالله عليكم بالله عليكم يا غاليين، حطوا لي اللايك. ارفعوا لي فيديوهاتي بالله عليكم، لعلكم سبب في رزق عيالي. ربنا يجعلكم سبب في رزق عيالي. فيعني الحمد لله على كل حال، انا نظفتها على قد ما اقدر يعني، الحمد لله. فيعني بلاش يا جماعة حد منكم يعني يطلب مني يقول لي صوري لنا المكان والأوضة اللي انت فيها. انا بتكسف والله، يعني انا بنفسي بتكسف. يعني برضو ممكن اسمع تعليق مش كويس، تعليق سلبي يأثر على نفسيتي. ببدأ بعمل الفيديو عشان اخد حافز منكم واتشجع اكتر. حطوا لي اللايك بالله عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. فيعني انتوا شايفين بنفسكم الوضع، انا مش هحكي لكم واقول لكم ان الثلاجة لها اكتر من شهرين مفصولة، لان انا ما بحطش حاجة فيها. وزي ما شفتوا احنا يعني مش محتاجين، يعني الحمد لله على كل حال، ان احنا يعني ما فيش حاجة بنجيبوها عشان نحطوها في الثلاجة. احنا اغلب عيشتنا واكلنا زي ما بتشوفوا في الفيديو بصور لكم، بنجيبه جبنة انا والعيال وبتتقضى، يا اما شوية فول وطعمية وبتتقضى الحمد لله. فيا جماعة يعني الحمد لله، اللي انا فيه ده مش ظروف وحشة ولا فقر، حاشا لله. يعني اللي انا شايفاه في نفسي ومعايا ده غنى النفس. الحمد لله الحمد لله، ربنا يرزقنا القناعة يا رب. انا على فكرة يا جماعة التلاجة دي برضو من ضمن المكان اللي انا يعني الراجل صاحب المكان سايبولي، يعني هي دي يعتبر يعني زي كراكيب كده، كان حاططها في الأوضة اللي انا اجرتها منه. زي ما شفتوا التلاجة الحمد لله نطفت يعني على قد ما اقدر. فبقول لكم يعني التلاجة دي مش بتاعتي، يعني هو الراجل لما اجرت منه الأوضة كانت فيها شوية حاجات، يعني هو بالنسبة له مسميها كراكيب يعني، فكان مخزنها في الأوضة دي. يعني فبقول عليه يعني كهرباء ودفع، يعني خليها مفصولة أحسن لحد إن شاء الله ما ربنا يفرجها عليا بإذن الله. بس الناس اللي طلبت مني أصور لها الأوضة، ده باب الأوضة ده ملهوش لا مفتاح ولا رزة ولا قفل، هو بيترد علينا كده أنا وعيالي. أنا بتربسه بقماشة في النص عشان يترس، بحيث لو حد حاول يفتح أسمع الصوت. ودي الكنبة اللي أنا بنام عليها زي ما وريتكم، وقصادها سرير صغير كده بيناموا عليه العيال.
وده البوتاجاز اللي هو اصلا ما شغلش برضه، يعتبر برضه من ضمن الكراكيب بتاعت صاحب الأوضة، هو ما شغلش اصلا. وده يعني هي خشبة. بصوا يا جماعة، الحيطان دي انا مضايقاني خالص، لان بتطلع علينا صراصير، يعني بتطلع علينا حشرات وحشة، فمضايقاني خالص.